السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم بعض المستجدات. الجزائر هي التي تقرر وترسم المربعات في إفريقيا. لمن يحاول أن يفهم كيف ستكون وضعية الفاغنر في ليبيا ودول الساحل، هي نفس الوضعية التي تغيرت فيها أوباك بعد الإعلان عن أوباك بلاست. فاغنر ستصبح فاغنر بلاست كي نتحكم فيهم وفي تحركاتهم ويتم الاعتراف بهم. في شق آخر، رئيس دولة الإمارات يلغي رسميا زيارته للمخزن المفروض هذا الأسبوع، ويقوم بزيارة مفاجئة للجزائر ممكن بمناسبة عيد الاستقلال. البنك الدولي يصدر تقريرا إيجابيا عن الجزائر، ويتحدث عن استثمارات كبيرة للرأسمال الأجنبي خلال هذا العام. شركة إكسون موبيل وشيفرون تعتزم رسميا الاستثمار في الجزائر بعدما طردها بوتين من روسيا وخسارتها في التنقيب في سواحل البرازيل. إعادة حساب مساحة الجزائر التي تفوق 2.6 مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر مما هو. الحمد لله، البارحة أعلن رسميا أن طول الساحل الجزائري يتعدى 2000 كيلومتر. وفي موضوع آخر، جورجينا ميلوني توجه دعوة رسمية للرئيس تبون لحضور قمة دولية والجزائر ضيف شرف. كما أزعجت العلاقة الجزائرية الإيطالية دول الشر الحاقدة على الجزائر قيادة وشعبا. وما زادها تميزا هو التوجه الإيجابي للحكومة الجديدة التي تقودها جورجينا ميلوني، بعدما تنبأت أطراف بانقلاب ميلوني على الجزائر مثلما فعل الخائن بيدرو سانشيز. وبمناسبة عيد الأضحى، أتمنى عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري، وإلى كل متابعينا الأفاضل.